شعرت فجأة بأنني لست عراقيا. قالوا لي أنت ليس عراقي، أنت يهودي. وعندما كنت أسير في شارع الأمين جاء فتى وضربني بقرباج على يدي هنا وجرحني، وقلت له ليش سويت لك؟ يعني ماذا عملت لك؟ قال أنت يهودي ولي روح الفلسطين. أنا عندما أكتب باللغة العربية أكتب بدم القلب. العبرية هي صديقة ليست أم، زوجة. لا يبلغ حب الزوجة حب الأم. ادري هاي سيارة من يحط السيارة يقول 5 دقائق اروح للاسواق اجيب حفاضات لابني وارجع، ويروح ساعتين. دا تشتري حفاضات لو دا تطلع جواز لابنك. شلون وياكم بالله؟ انت مالي يقول لي حط عينك على السيارة، جهاز انذاراني يا اخي، شو اسوي لكم بعد؟ شاخص حطيت لكم ما فات، احط لكم برميل ما فات، بعد شو احط لك؟ احط لك ثلاجة عتيقة هم ما فات، اوقف لك جدار عيوني احمد راضي؟ ايش؟ قتلتني بس الصيح لك ضابط الشرطة لا يدك جنطاني. عفوا سيدي. وين هالسيارة المتروكة؟ ولو هي كروة تعبانة حتى ريوق ما يطلع من عندها. سيدي هاي السيارة بس انا اريد اناشد. ايش؟ ترى ازين شواربك نتف وادير لك مغثة بلف صوتك ما سمعه. جبته وجيت من البيت، هذا بالعيون الحسد ابن الهيثم ما يلحقه، هسه راح يشوف لنا ايش بيها ما بيها. حبيبي هاي السيارة شكينا بيها اكو سيارة متفخخة، فشنو حرنا ظلينا واحد يفر بذانات الله، جبتك وجيت. ستاند اب ولا حرف؟ شنو يعني ستاند اب؟ يعني اسكتوا ولا حرف. اخرج. هاي مفخخة خارج بغداد. يعني بالصالحية؟ لا وش ماله راد يطقها بالاعظمية بس ما انفجرت عده. يا اخي رخصتك سيدي. يا اخي شنو اذا تقرا فنجان بالمحقان دفضها. ستاند اب ولا حرف. بس سؤال، ممكن نسوي كشف الدلالة بالصندة؟ سيدي رجاء اسمح لي اقول لك، انت اجراءاتك تاخذها ورا القانون مو هسه، كل من واختصاصه، عيسى بدينه ومرسي السيسي. ستاند اب ولا حرف، لا حد يتدخل، عندي اشياء لازم تجيبوا لي اياها. شنو؟ اول شيء تجيبوا لي طوافه مال تانكي خربان. سهله. ثاني شيء تجيبوا لي واير سحب انقطع بدون قصد. هاي سهلة. اوكي. ثالث شيء تجيبوا لي شربة سعدي وتقولوا لي ليش سموه سعدي. ستاند اب. رابع شيء اريد خرص مال محمود انور. ليش؟ والله محتاجك يا اخي. اقول لك شفت مسود عبالك ازقيك يا كمون، وين الوعد يا امير؟ مو قلت لي بس اجي افجرها تفجر؟ هي شنو هي كمبيوتر؟ لحظة من رخصتك سيدي، بس هاي المناشدة الصغيرة. يا اخي اسماءكم كلها غلط، ما يصير هيجي. كمبيوتر اسمه، انت اسماءكم كلها غلط. الفايبر سموه فايبر، التوكسان سموه توسان. يا اخي سيارة هاي مو معجون، والله العظيم مو معجون، ما يصير هيجي. لك ستاند اب. هاي ليش سمعت العقيبه؟ يا ولد الموضوع ما بيشق، انا محتاج واحد وياي والله العظيم. انا على اتم الاستعلام. قول امير. غسان العراق كله قدامك. ابسط بالدم والله، هذا العراق الغالي تدري ايش قد صار لي منتظر هاي الفرصه فارغ الصمغ والله. عافية عليك غسان. ستاند اب. اقعد بالسياره. يا ولد هذا شو يقصد؟ ايش حكى؟ ايش قال؟ ما اعرف. شد حيلك. شد رايتك. غسان ستاند اب. رجع الكشن. الكشن رجعته. بعد شويه. رجعته. مرتاح بالقعده كلش. ستاند اب. ايش؟ شو لغاية احترامي؟ رجع الكشن وقدم الكشن. لك هاي شوارب لو صفحة وهمية، لك انا ضابط الشرطة لو كيم خبطة. سيدي هم ذولا ماكو كل شيء معقدي. انت ايش تترجم الناس بعدهم يتعاركون على هذا البور اللي ذب مي من السطح يسميه مرزيب لو مزريب. هم نفسهم اللي من يجي غطار يسوون نفسهم نايمين حتى ما يسلمون عليه، ونجي نشوفك يقول لك هاي بعدك عايش، لا مقدم اجازه على الموت ورفضوها. انا اسف.
انا اسف منكم ومن العراق ومن غسان. ليش؟ الموضوع اكبر من طاقتي بهواي. انا انحطيت بموقف لو مقول على العراق دقيقه 94 اشرف الي وكله على شرط. لا تمدح بروحك. بس سيارتي. هاي سيارتك؟ اي وهاي الباكيت مالتك؟ هي معود. لعد وين كنت؟ ما تقول لي وين كنت؟ لك شنو انتو؟ ما عندكم اخلاق، ما عندكم اذواق، ما عندكم اسواق، تصعد. هذية والله هذية. اعرف ما عندي ذوق. نرحب بكم بحلقة جديدة من برنامج ولاية بطيخ. بداية الحلقة حاب أشكر الجمهور اللي زاد تفاعله ويانا بالموسم الثاني. يعني قناتنا على اليوتيوب عبرت 100,000 مشترك، والبيج الخاص بالبرنامج على الفيسبوك اقترب من 500,000 معجب. هذا دائما يخلينا تحت ضغط انه نحاول نقدم جديد للمشاهد، دائما نحاول نسوي افكار مبتكرة، مشاهد جديدة، شخصيات جديدة، ودائما نحاول ننقل الواقع العراقي بطريقه كوميديه. نشوف الجمهور دائما دا يتفاعل ويانا من خلال اليوتيوب والفيسبوك، وينزل مجموعه من المشاهد اللي تشبه مشاهد البرنامج. لذلك احنا عندنا بهذه الحلقه وبالحلقات القادمه فقره خاصه راح تكون للجمهور اللي حاب يمثل مشهد كوميدي، يمثله، يمنتجه، يدزه، راح نعرضه بالبرنامج. ونعرض ايضا المناشدات تحديدا. يعني دائما الشباب يدزون لنا مناشدات مكتوبه، وفي بعض الاحيان مناشدات صوتيه، وفي بعض الاحيان يصورون مناشدات بالفيديو. فالان اكو بالبرنامج مساحه اذا عندكم مناشده حابين تطرحوها، لان اكيد اثير ما يقدر يغطي كل مناشداتكم اللي تجي بالاسبوع، وهي مناشدات كثيره جدا. كاميرا الموبايل، بكاميرا البيت، باي كاميرا تحبون صوروا هاي المناشده ودزوا لنا اياها عن طريق الفيسبوك، عن طريق الصفحه الرسميه للبرنامج، واحنا راح ننشر المناشدات. وحتى لو حابين تقلدون اي مشهد من المشاهد اللي تنعرض بالبرنامج، حابين انتم تستحدثون افكار، فالبرنامج الان اصبحت به فقره خاصه بالجمهور ايضا، ابتداء من هذه الحلقه والحلقات الجايه. الاختلاف دائما لا يفسد للود قضيه. مرحب بكم مره ثانيه بالحلقه الجديده من برنامج ولايه بطيخ. بالامتحان جذر ال 141.4 عشان نسيته زاد باي على 3. اطلع الجذر يطلع 9 ملايين. ادرس الفم الميترات وهي شنو هاي؟ الله اكبر عليكم، الله اكبر. مو هاي معاناتنا يقول لك ما نوع الحمد ادرس سوناراني، اعرف الولد اللي بنيه سوناراني. الله اكبر، الله اكبر عليكم، الله اكبر. الكشكول الله اكبر، الكشكول الله اكبر. يا اخي هذا نادي كليه الاعلام، كليه الزراعه والبيطره يجون من ليش؟ بستان عنده، بستان الخاطر الله. بنات التربيه مصورين عندكم اثنين مكلماتهم مصورنا ليش؟ ترى والله الكاميرا نفس الكاميرا، المشكله بالوجه. طبعا اقلب الدنيا عليك ما القاك، وين انت؟ ما تقول لي وين انت، ايش قاعد تسوي؟ علاء وباشر عندي امتحان كل صعب، حنطاوي، اجتماعيات وكلش ضايج. دماغك معود، دير بالك لا تدوس على دهوك. شو خلصنا؟ يعني انت تعتقد هذا راح ينجحك؟ علاوي شنو ينجحنا؟ اقول لك براشيم حنطاويه. هاي المتر ب 20. 20,000؟ لا درجه. هاي المتر يشيل فصل، انا حاسبها على الفصول. زين هاي دهوك عرفناها، ايه. هاي ليش بيضة؟ هاي المفروض الموصل بس انشالت من المنهج فشكو كاتبها. لك بابا انت تظل طايح حظ. لك هي اجتماعيات شو راد لها؟ لك جغرافية العراق شو راد لها؟ سؤالك حنطاوي يا قلبي انت. علاوي يراد لها هوايه صفنه وشويه تفكير. انت الهواية صفنا عندك موجودة، بس اللي تفكير هنا صعب هاي الموضوع. اللي مدمره حياتي. لك بابا جغرافية العراق كلش سهلة. يعني معقولة ما تعرف النهرين شنو؟ ما تقدر تعرف النهرين؟ اعرف. عرف لي النهرين. النهرين وهي قناه عراقيه ارضيه متشوشه حنطاويه تنقل لعبه ريال مدريد وبرشلونه ببلاش. والدوري الانجليزي والدوري الايطالي مرات.
لا مو دائما. لك ابني دا احكي لك عن نهرين. زين عرف لي الرافدين. الرافدين وهم اسود يتكونون من يونس محمود ونشأة اكرم ورزاق فرحان ورزاق فرحان قبل هذا واحمد علي ونور صبري. بابا دا اقصد اني النهرين يعني دجله والفرات. تقدر تعرف لي الفرات؟ اي اقدر اعرف لك. عرف لي الفرات. وهو نهر عراقي يوجد فيه مياه عراقيه. شنو هالمعلومه الخطره هذه؟ بابا لا تحكي المعلومات الخطره. نهر عراقي بمياه عراقيه. تدلل. خلي اكمل لك. ولا يمكن انك ان تسبح فيه في الشتاء لانك سوف تتمرض وتنشل ولم احد يعني يقدر يعالجك. ويتكاثر فيه العلاسه هناك. وين تكاثر العلاسه؟ هناك في الفرات. في الفرات. هذا الخريط اللي قلته كله بس اسم النهر صحيح. علاوة انا شو اللي علاقه؟ انت سؤالك مو حنطاوي والله العظيم. علاوة انا ما اعرف الفرات، سلام ما بيناتنا. نعرف لك دجله؟ عرف لي دجله. دجله وهو نهر عراقي يوجد فيه مياه عراقيه. قلت المياه العراقيه بسبب دول الجوار لانهم سدوا الماطور علينا، فالماء لم يصعد الى الطوافه اي التانكي. العراق ساكن بالطابق الثاني، مو نقدر نقول لك بابا. ابني زين علل سبب شحة المياه في نهر دجلة. بسبب الشاعر العراقي الحنطاوي أمير المالكي. بابا شو عليه أمير المالكي؟ هو يقول على دجلة صفنتي ووقف مجرى الماي، الحياة توقفت قدام صفناتج ومن ذلك الحين فرغ الماء. بابا ليش تبالغ؟ ترى يعني نهر دجلة مو فد نوبيج خالي. لا خالي علاوي، قبل كنا نروح شله حلوه نخبر نسبح يغرقون 2 3، هسه نروح 9 نرجع 11 علاوي. والله وقت انت تحكي على هذا على نهر دجلة هذا الماء الازرق. يا ازرق علاوي هو غير جوزي كان لحية مراهق ازرق. علاوي هالقد ما بيه طسات وجزرات وسطيه وفروع طلعوا بطاقه سكن للسمك. صدق تحكي انت؟ بابا زين عف الجغرافيا، احكي لي بالتاريخ. عرف لي الحضاره العراقيه، عرف لي سومر. سومر وهي جقاير عراقيه حنطاويه تخبل، انقطعت ورجعت الان وسوف تكتسح الساحه تماما. ويقول الشاعر شربت اول جقاره وقلت تتعوض، وشربت الثانيه بس ما لفاني الحظ. مالك راح يقاعك العريان السيد خلف. اني هو هيجي احكي. انا بدي اقول لك شغله، قلت لي المتر ايش قد يشيل؟ 20 درجه. 20 درجه. خذ وياك 6 مترات، طيحان حظك يراد 10 اصلا. انت اصلا مو حنطاوي وراح انجح وهسه شوف. سعاد أخبري عن من هوانا سائل يا سعاد. راح يحطون بيني وبينك وبين بيتنا وبيتكم سور بغداد، وانت تعرفيني ايش قد اكره الصبات. الصباد بس ما راح اسكت، راح اوصل الموضوع الحيدر. تقدرون تشيلوا لي الاي حتى اقول حيدر العباد. سعاد انا اسف وبصراحه راح احب بنت خالتك ميعاد، لأن أول شي فيها مجال، وثاني شي قريبة علينا يم أسواق مقداد. يعني كل ما اشتري جقاير الحب يزداد. بس والله لا تخافين أبد ما أنساك. لو عبلة تتزوج عنتر ابن شداد، بس انت قليلي بعد شلون نقدر نسوي حفلة عيد ميلاد.
وبيني وبينك سور بغداد، وانت لا خبر لا جفية لا حامض حلو، على قولة فاضل عواد. مستحيل انقطع عنك، راح اظل متواصل وياك عبر الفيسبوك والانستغرام والايباد. على فكرة سعاد، سويت حساب جديد واريدك تسوي لي اد. أنا رايح مضطر، في مال لا، بس قبل لا أروح والله سعاد وداعة أمي، وأنا ما أحلف بيها كذب ترى. ها سعاد تسمعيني؟ سعاد صوتك يقطع. سور بغداد سعاد، تتذكرين من قلت لك خلي نبيع السبلة والغسالة والبراد ونطلع تهريب، اشتري لك نجادة وتشتري لي نجاد، انت اللي ما قبلتي. هيك احسن لك هسه، حتى وبيني وبينك سور بغداد استفاد. أهلك ما جابوا المرفقات؟ اليوم أدمرك صلخ ملخ نفخ. اليوم أفرمت شهرتك وارجع أنصبها بالجديد. اليوم أكت لك كتل أدخل بيك التاريخ. سيدي بس أنا ما حاجي شيء. ولا حرف. دون بابا دون. ايش كتبت انت بالله راوي؟ اي تنفيذا لقرار السيد قاضي التحقيق المحترم بتاريخ 5/2/2016 ولما جاء باعتراف المتهمين حامد علي حامد نافورة، اليوم اقلب شهرتك جواريب. أي الملقب حامد نافورة بقيامه بالاشتراك مع المتهمين الهاربين حبيب الملقب حبيب صوندة والمتهم جبار الملقب جبار طقة، اليوم أبوك حرقه، حيث اتضح أنهم من أرباب السوابق وسيئي الصيد. تم الانتقال إلى موقع الحادث بمرافقة النقيب سعد الصباح والمفرزة إلى منطقة العرصات. تبوق بمنطقتي؟ تبوق بالعرصات؟ سكر بيه خبز أستاذ. لك كان كامل مفيد، مأمن الحدود من زاخل الوليد. جيب خلينا نشوف. وعند الوصول إلى المحلة 929 أشار المتهم إلى أحد الأزقة بإصبعه. أقصه أصبعك أقصه. لك كان كامل مفيد ولا أصبع أخلي بالإيد. ثم أشار إلى المنزل الذي قام بعملية الصدمة. احكي لي شلون بقيت؟ يلا طبيت. اكتب بابا اكتب. وظلينا أنا وأصدقائي لمدة أسبوع نراقب البيت خاطر نشوف أفضل طريقة نبوقه بيها. ما حكي سيدي. لجاد العدل، ترى أهفك راجدي أوزع سنونك على المحافظات، صوتك ما أسمعه. خلينا نشوف من يدق. ما سعد جابوا المرفقات. شدة قليلة، لك من كنت ملازم ما أخذت شدة. دباوع راح أحلها، بس أنت شنو؟ ظلمها. رتب عشتين أبوي وحصتك موجود. يلا بابا يلا. اكتب إفادة جديدة. اكتب غير هاي الإفادة. عندما كنا أنا وأصدقائي حبيب صوندة وجبار طقة نتجول في العرصات ليلا في الساعة 3:30، تعطلت سيارتنا أمام منزل المشتكي، وقمنا بدق باب المشتكي وطلبنا منه المساعدة، ولكنه لم يتجاوب معنا.
فحصل بيننا شجار وتدافع. وقف ابو سعود، جت الشده الثانيه. اي زين، واحده للمالات وواحده للمحروقات. لا مالاتك موجودات حبيبي. يلا يلا يلا. باب السطر الاخير مسحه، شخطه شخطه. وعندما لم يستجب المشتكي لطلبنا تعالت اصواتنا بالصياح وتبادلنا الشتائم. هاي سب وشتم، بس انا ما راح اهدك لحد ما يجي المرفقات بيدي. استاذ مو اتفقتوا؟ لك بابا ما تعلمت الدرس، انا كامل مفيد، ما اهدك الا الزم المالات بالايد. بالا بنتو اللي عمي احسن من 1 إلى 10. 1 2 3 4. منو؟ واحد شعره نقرو يا كفشة عمري انت منو؟ طرقاعه. واحد صوته خشن يا بح صوتي انت منو؟ صار الموضوع ممل ترى يعني. واحد اسمه امير يا امير الحب انت منو؟ يعني بعد قلت الاسم شو تريد يا حبيبي يا اموري؟ اوكي لا عاد راح احسب من 1 ل 3 واوخر. يلا 1 2 3 4 5. باوع انا هنا اعترض. اذا تريد تعد من 1 ل 3 لازم بعد تكمل لسه بعد اخر ايدك. علاوه هسه هي نقطتين تخربنا. لا ترى صارت فدهم بزعطه لا يعني. شنو؟ شنو؟ بوتوكس. مو بوتوكس، غير انا اعرف اللي يسوي بوتوكس يظل وجهه مورم شهرين 3. علاوه يا بوتوكس ما تقول لي انت يعني عمري 21 سنه اسوي بوتوكس، لعد بال40 شو اسوي؟ اشتري وجه دبل باليوم ركن؟ عاد ما تقول لي انت هناك سويت غير تفهمني. علاوه جاي عيد الحب وقفت على المرايه هيك باوعت قلت عيد وحب هاي الليله الناس مكبلين والما عنده حبيبه يشيت بالطين. هي قلت ايش اشتري لسرقه فليتي؟ منو سرق فليتك؟ حبيبتي طبعا. ايش راح تشتري لها؟ قررت اسوي السواد تجوع عيوني وبيض سنوني. وشنو الربط؟ علاوي احسن من ما اشتري لها دب احمر، وراح تقول لي هذا الدب جايب لي اياه ذيك السنه وهم احمر، يعني شو اجيب لك بنفسجي؟ فقلت اسوي شيء لها تنصدم بي اكثر. يعني قلت انت باقي لها بس الدب ما يبقى لها مو؟ انت كل الصح. وبيوم الفالنتين ايش راح تسوي؟ الله راح اقلبها فالنتوب. عوف هاي السالفه وفهمني ايش راح تسوي؟ راح اكتب لها رساله اسبرين هيك اصب في دماغها تذهلها. انت ما راح تطلع وياها ايش راح تقولها؟ ليش تدز لها رساله؟ علاوه انا عندي باله مال مشاعر بداخلي، خاف انسى شيء على الاقل سيبتهن كلهن كتبتهن. غير حب مستعمل هذا. لا عاد انا ليش الالهام يجيني بالسبعة الصبح غير وهي فتحت الباله؟ اكتب راح اخبصك مشاعر، راح اترسك مشاعر، راح امليك مشاعر. دفضها عاد. اكتب. انا ايش راح اسوي؟ راح اكتب المشاعر الجديده بورقه بسعر والمشاعر المستعمله 3 بلد. اي اعزلهن. اوكي اعزلهن يلا. نقح. بشرفك يعني شنو نقح؟ لا تحكي وياي، المشاعر واصله لمعدتي، خليني احكي. ضارب تشريب لو حاب هذا. يلا بس اكتب سولف سولف. الى سر قفليتي الاخيره. يا حبيبتي كنت جالسا وامامي قدح بالشاي. قدح بالشاي شنو عشيره قطريه هاي لك شنو الحكي هذا؟ لا للهام خليه صاعد. كنت اكتب بالرساله فصاحتني امي. لحظه فعل فصاحتني هذا التصريف الفعل على 125 يعني شنو؟ لا خلينا نكمل لك وينك بس خلي اكمل لك. كمل يعني كمل. فصاحتني امي مسلت فشبكتها وبكيت وقلت لها اعطيني التمن والمرق. لحظه انت جوعان لو تحب بالضبط؟ علاوه مشاعر بس عوفني خليك اكتب مشاعر بس خليني اوظفها، يعني انت اول واحد تسمعني اسمعني للاخير. وهنا يا سر قفليتي الاخيره قد انتهت مشاعري. عافتك؟ لا امي صبت الاكل انتهى الموضوع. مليون وردة ومليون بوسة واحسها قليلة. عمر حجي شو تريد موجود، دب موجود، ورد موجود. عندك شعريه؟ لا حجي الشعرية بالاسواق اللي بصفنا. عندهم شعريه؟ اي عندهم شعرية حجي. بيكيس. حجي روح للاسواق اللي بصفنا ويقولوا لك بيش الشعرية. عندهم شعريه؟ عندهم والله. بيش؟
عيد الحب لازم واحد يبقى رومانسي. حجي روح واسالهم حجي. اسالهم؟ اسالهم اي. عندهم شعريه؟ حجي روح اسال الاسواق. لا عشيرتك. فوقاها. ما عندهم شعريه. انا ايش علي يا حجي؟ انا اشتغل عندهم قابل؟ اريد شعريه. حجي شو تسوي بالشعريه؟ اسوي حلاوه. حجي انت تحب الحلاوه؟ لا. تاكل حلاوه؟ فيها سكر. بعد ايش تسويها؟ بكيفي. ملقلق. النوبان ملقلق حجي. هاي مخده؟ لا حجي هاي هديه تخليها. ليش هاي مخده؟ بالف وربع. حلوه. لا مو حلوه فطيره. اسويها احلى. هذا دبدوب؟ يا هو هذا؟ ايه هذا دبدوب. هذا دبدوب؟ يا هو هذا اللي بصفه؟ اي دبدوب. هذا دبدوب؟ هذا اللي بصفه؟ ايه صار ملل بالموضوع والله. اخوان ذا اخوان؟ من امه؟ الدباديب. حجي روح من هنا حجي. ليش هذا الدبدوب؟ ب8.5 بس بربع ما تحلى. راح اجيب لك شعريه اني. ما اريد. انا اجيب لك ما شعريه. اريد. بابا انا اجيب لك. ما اريد دبدوب. شو تسوي بالدبدوب؟ اريده. عندك حبيبه؟ عندي. من هي؟ خالتك. هاي فوقاها. تعال تعال تعال. انت شو اسمك؟ ابو الهيل، انا ابو الهيل. شنو؟ ابو الهيل، لين اودي شاي واجيب شاي فسموني ابو الهيل. شوف ابو الهيل، اني المفتش العام، اكبر شارب بهاي الدائره زينه صفر. جاي حتى اشوف الدائره شنو سوالفها. هو انت تفتري من الكل، تروح وتجي تسلم على هذا، تجيب جقاير ذاك، تنطي شاي لهذا. ابو الهيل والله مو عادي، ابو الهيل اعطيهم. مبين انت امين بابا، اريدك تحكي لي كل خياسات الدائره. لا 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 لا، انت طبيت على الشخص الغلط. لا، انا ابو الهيل امشي بصف الحائط، ما له علاقه. صح اكو شغلات ما ينسكت عليها، بس انا ما انطي بيهم، ذولا اهلي. يعني منين ابدي لك؟ من مديحهم والحسابات؟ ايش قد تصير اكو مشاكل بالمقاولات وهاي السلف؟ السلف مال المقاولات مو ايش قد تصير به المشاكل خوف؟ انت تعرف هي تطمطمهن حتى ما تصير مشكله، حتى هذا السبب الله رازقها. يعني عندها 4 بيوت، عندك واحد يحسدها لو وين عندنا البيوت والله؟ يعني بالكرادة. عندك واحد يحسدها لو هاي كلها تقول فدوه اروح لها، فدوه الها. وعندها ولد بانجلترا. شو يسوي بانجلترا؟ يدرس. الشهر مالته بشده، وهي راتبها يعني 1.5 مليون. وابنها الثالث يعني عنده مطعم، توسلت بيه حتى راح اشتغل هناك ابيع شاي. ابو الهيل والله لا انت امين مبين عليك. اي بس انا ما اقدر يعني يا دوبك الحق على الدائره. بس اكو واحد يصير حرقه. لا انا ما عندك معلومات. هسه انتظر. عامر المهندس هذا يقول انا قرايبي الوزير. ايش قد كذاب، ولا مره طلع الوزير وقال هذا قرايبي. يجي يشرب شاي ابو الهيل. ابو الهيل. ابو الهيل. اوقف لحظه، يعني هذا مهندس عامر كم يوم يداوم بالشهر؟ يعني هو يوم واحد ياخذ بيه الراتب ويطلع. يعني فضائي. ايه بس مو مثل ابو سلمان. هذا الرجال متدين، يصلي يصوم، وبالحزب جماعته هم يصلون ويصومون. هذا ابو الاداريه مو؟ ايه عافيه عليه. زين ايش قد يشتغل؟ 24 ساعه يشتغل والله، حتى مرات امشي عليه الله يجزيه. لا تنقهر بابا لا تنقهر، بارك الله بي بارك الله بي، ما دام يتعب للدائره بارك الله بي. بس ما شاء الله غير. يعني عنده اجازه 3 اشهر يروح شرم الشيخ، يقولون عنده هناك لا 3 فلل عنده هناك شرم الشيخ. اي بالعافيه. بس اذا تسالني منو تاج راسك وحبيبك واخوك؟ باسم رئيس القسم. هذا هو مضمن. بعد شلون صار رئيس قسم؟ الحزم مالته صعده. إيه. هذا الختم مالته بجيبه. حتى 24 ساعه يشتغل. المراجعين مرات يروحوا له للبيت. وين يروحوا له؟ للبيت. شو يسوي؟ مره يضرب ابره، مره يختم، ابره يختم، ابره يختم. زين حتى اهله ما شايفيه، ولا هم اهله يعني عايشين بدبي. اهل منو؟ اهل باسم رئيس القسم. مره اجا واحد جاي بويا طلي، قال له لا هذا الطلي ما يفوت بيتي. عافيه. الذبحه وتجي. يعني يجيبها مقصقص. ايه خلاص بعد ماكو شيء؟ لا شوي بس خلينا نرتاح، خلينا نجر نفس. نرجع لموضوعنا. اي تاج راسهم كلهم المدير العام قال اني بوق ما يصير بدائرتي الا انا موجود. حتى كان يجي يسوي. لازم هو موجود. ايه
اجى تاجر عنده شكوى، عبالك بابا مسدود؟ بابا مفتوحه بس اللي تقال. حلو. قال له انا اعطيت مليون ولحد الان ما ماشيه شغلتي، شنو الموضوع؟ شنو السالفه؟ ناطر مليون رشوه؟ اي لزمهم طيح حظهم واحد واحد، قال لهم وين حصتوا من المليون؟ للموظفين. اي وش سوى بعدين؟ اخذ مليون ثاني ومشى شغلته. بس هو شنو؟ ما الله غير، يعني الرجال عنده صلة رحم مو طبيعية. والله يوصل للناس كلهم بكل إيفاد ماخذ قرايبه وطالع. والموظفين شو يسوي بيهم؟ يتوسلون بالموظفين، خطياب نريد نطلع، نريد نطق صور سيلفي، نريد نسوي. قلت لهم بابا الأقربون أولى بالمعروف، يعني أرضيكم واغضب رب العالمين؟ لا عمي لا. والله حق أنا شفت وجهة نظر صحيحة، بس من رخصتك عمو المفتش أنا أروح. ليش؟ موظفين اليوم كلش هواي أنا. شنو قابل كل يوم ماكو موظفين؟ لا هاي وين؟ هاي بس بالراتب تصير هاي كلهم موظفين احنا يعني. اليوم جايين كلهم جماعة. سمعوا بجيتي. اي جماعتنا فضائيين احنا. بارك الله فيك. بارك الله. ما محتاج شيء. لا وين بعد؟ زين بس خليك تبدلني السؤال. لا 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 لا. ها؟ اصور الكيان وادزم فيديو. عافيه بارك الله فيك. انت ابو الهيل. ابو الهيل. ابو الهيل. شكرا. صينية اخذها؟ اخذها. علاوي شو تحب اجيب لك تشرب شيء؟ هذا شنو هذا العصر بالباب هذا؟ علاوي لا تدق باب كنت تفتحه وتفوت. طبعا مستهدفني انت، وين ما اروح بالتلفزيون هنا تريد ترجع الناس على المقاطع مالت القديمه مو؟ هاي ليش عد شنو معناتها؟ ابو فتيان غير اموت عليك انا والله ابو فتيان. ترى يحبك والله العظيم. والله العظيم احبك. اخذ من الجديد يا اخي. ابو فتيان انا شكو حكايه اقولها مسؤول عليه، هاني شو اللي علاقه؟ المخرج قال لي. حلو حلو حلو. بدلت عليه؟ انت ما شفته شلون صار عصبي دحله وياه. يعني استاذ رائد ترى والله يحبك يعني حافظ كل قصايدك. اي والله كل ابياتك حافظك. زين ليش ما ياخذ من جديد؟ ليش يرجع على القديم؟ انطي جديد. اقرا لك؟ انطي جديد. بولاية البطيخ قالوا لي موجود. قلت انا ابو فتيان لازم اشوفه. شكرا والله بس على شنو شكرا؟ هذا البيت تريد لك. تشوفني غير؟ لا البيت لك هذا لا تنكر. اي انا انتقل بالقافيه مرتين بالدارمي؟ لك انت ما تستحي؟ شلون تخلي ولدي ينتقل بالقافيه مرتين؟ يعني هسه انا شنو مسوي شيء عيب؟ ما اعرف. انت شاعر؟ لا. اسئله لا عاد اشوفه شنو الموضوع؟ اقول لك صدق يعني شنو هذا انتقل بالقافيه مرتين شو يصير يعني؟ شنو السالفه؟ انت مخرج تعرف هو دارمي بي بس قافيتين، شنو كل قافيه شكل؟ الناس شو تقول عليه الدارمي مالتي؟ ترى زائده من قلت لك يريد يسقطنا، انا قلت لك يريد يسقطنا. ممكن نسد الموضوع ممكن نسد. ترى هو الدارمي قافيتين وبطل عصير وتفضل من الاستوديو استاذ تفضل. منو ها رائد؟ شلونك رائد؟ حبيبي شنو هالصدفه البحثه هاي نورتنا والله. ليش صدفه يعني؟ حبيبي طبعا همزين شفتك. رائد انا كلش خوش شاعر، بس شنو ما اعرف بالاوزان يا اخي. عن الحلال والحرام اعرف وزن التجليبيه. لا رائد شاعر يعني اذا تعلمني الاوزان بعد ماكو ابو فتيان بالسوق. حلو التبادي متواضع يعني. فيعني بالله سمعني شيء؟ لا مو مال اسمعك حبيبي، انا اريدك تستضيفني ببرنامج هيل وويل. اي والله اذا الجمعه ما عندك ضيف انا الجمعه مرتبط بشرفك لا تحرجني. لا ما بيها شيء. يعني تقرا واذا عجبتني ممكن اكتشفك واجيبك بحلقات بما انه ما عندك مجال يعني. اوكي راح اسمعك شيء كتبته بعيد الحب بس مؤلم شويه. اريد اشكي لك احوالي يا دبدوب، حمارك ما رحم بي يا دبدوب، هذيك اللي جابتك راحت يا دبدوب، وبقيتاني بعيد الحب وحدي خطيه. ها خطيه والله. شنو؟ يعني انت والشعر وحبيبتك والدبدوب كلكم خطيه. يعني شنو؟ هسه ما افتهمت. يعني شنو افتهمت؟ يعني الجمعه يمك لو شنو؟ اخوي ما لك علاقه بالشعر انت، بطل. انا ما له علاقه بالشعر؟ ليش رائد؟ هذا شعر يعني تارس السوق ترس يعني. انت ما سامع هذا يقول له عاشت ايدك على الجرح كلش كبير، شلون جبته والطرق مقطوعه؟ ويلي عليك، انت من عندهم ذولا جماعه القفشات، وانت خربت الشعر. اقول لك رائد هو انت شاعر ايش كله تطلع من قلبك. يا سلام، عاش عبالك الشعر منين يطلع انت؟ هسه بغض البصر هاي ساحه، افتح ساحه وعلمني اوزان اذا تريد تنافس صدق. يعني هي مو عركه والاوزان، يعني انت تعرف تفعيلات وهذا دوخه عليك. ما اقدر. تريد انطيك اغنيه تكتب عليها؟ يعني شلون؟ يعني اغنيه اشيل لك كلامها واقول لك هذا وزنها الوزن الفلاني، تخلي كلام من عندك. ها هي شنو رايك؟ شوف هذا وزن الموشح، سامع الاغنيه مال يا طبيب الصواب دلالي كلب؟ حلوه اي سامعها. بتشيل الكلام مالتها
تخلي كلامنا عندك، اذا ضبطت يعني- الموضوع يعني انت صدق شاعر. يعني اشيل كلام الاغنيه، خلي كلامي الراقي واغنيه على نفس اي كلام الاغنيه مو راقي، انت كلامك ارقى فخليه. اوكي هسه تو تحكي اجاني هيك يعني. يا حبيب صواب دلالي جرح السنين. شوف هسه السنين زادت عندك. ها اي والمعنى ما ادري شنو. الجرح السنين اذا زادت يصير عندك زحاف. هذا الزحاف شنو؟ لازم يشيلوه ويخلوك تكتب مكانه فد شيء بالزحاف. لا تجاملني، ممنون منك. شو جاملك؟ ما يعني ما تعرف بالوزن. زين عوفك من هذا، اكو وزن اسمه الشبكه. هذا شنو يعني؟ شلون تنشبك؟ بس يضحك هسه شنو ايش قايل لك انا؟ ادري انت شنو طاب على طمع يعني شنو شبكها وتنشبك؟ وزن تفعيله ما له علاقه. تحكي بشرفك تحكي؟ اي والله يعني. زين بحر السريع منين اطلع له هذا؟ انت وين بيتكم؟ بالبلديات. بعيد عليك. اقول لك انت شنو يعني تحشش علي لو شنو؟ انت ما ادري شلون فاهم الامور، يعني شبكها عبالك شبك، يعني وزن السريع عبالك طريق يعني. ادري رائد انتو غير هاي اوزانكم السريع والطويل والمرمر انا جايب من جيبي يعني على كيفك عمي. هسه انت ما تقول ليش كاتب عيناك غابتان خيل ساعة الصفر. لا لسه يابوك طعرجان. شنو هسه شو مسوي لسه يابان؟ شو تسوي له بعد؟ ساعة الصفر يعني وين كاتبها بجرف الصخر مثلا؟ اكتب بيت مثل بياتي وتعال هنا نحكي. هو شنو بياتك؟ قاطرة ودبدوب وشنو الموضوع؟ شنو ايش بيك يعني؟ اسمعك شنو اسمعك؟ سمعني يلا والله ما سمعني. شكلي يلوق لك بس عندك ازمة ذوق لي يغرد لك عمر ما تعرف تسمعه. الله هذا مالتي عاشت ايدك شكرا. شنو مالتك؟ البيت مالتي شنو يعني؟ شو وقت كاتبه؟ صار سنتين صورناه فيديو كليب. أنا شو وقت شاعر. صورته؟ يعني قبل سنة تقريبا. لعد ليش تاخرت سنة؟ شو عليك؟ البيت مالتي يعني شنو علاقتك؟ ها اوكي ومن فمكم اجيبكم. الله. انت تقول كاتبه قبل سنتين اوكي؟ انا كاتبه ذاك اليوم وراك ليش ضايج؟ ها لا سلامتك ماكو شيء. زين اقول لك صدق هو هذا انت صورته دويتو كليب ويا شهد مو؟ يعني دويتو كليب ايه. يعني من تطلع حبيبتك شهد وهاي ايش قد رقم هالكورك؟ هي تعرف بالاوزان يعني ذات ما تقدر عندك شغل. يعني بيناتنا تريد تتعلم لو تسحف لها شنو رقمها؟ اقول لك لا تتجاوز انت شو تريد منتقص من عندي. شو تتجاوز انت شعرك زحاف هذا انت اكيد مزاحف شنو الموضوع؟ يعني كل واحد يطلب رقم بنيه حلوه وحبابه وعيونها كبار وبيضه وصوتها حلو وغريبه يعني يريد يزحف لها؟ يعني شو يريد مثلا؟ هو التبياتك كلها تجاوز. هي مو ماخذ قطعه من حمزه الحلفي مثلا، انت شنو علاقتك بالشعر يا اخي؟ يعني شنو علاقتك بالشعر؟ انت تقلدني. اقلدك؟ اي طبعا رائد شنو؟ ابو فتيان قلدني. مصور اعطيني كاميرا. رائد ابو فتيان قلدني سوي دم. بشنو يعني؟ انت بطولي قلدتني بطولي انا لابس رصاصي انت لبست رصاصي. ياخذ طول من الله والرصاص لون يعني شنو علاقتك انت؟ لحظة شنو القصة؟ تعال فهمني شنو الموضوع؟ تعال يا معود ما تقول لي وين كنت شكو. رحم على والديك؟ شكو. قلبه ورم. ايش بيك؟ ابطل شعر راح. ليش؟ ماكو شيء يعني. علاوي رجاء احنا شعراء بيناتنا لا تدخل روحك. من انت الشعراء؟ شنو شاعر؟ يعني شنو الموضوع؟ انا ورائد نختلف نتزاعل نروح يم احمد هندي يطلع لي صورته افضحه انت لا تدخل روحك. يلا نروح سلمنا على احمد هندي. تفضل روح يلا تفضل. هم حاكي يسوي لك حلقه ان شاء الله. نرحب بك رائد. اهلا وسهلا. تقديم ايه. شلونه حلو تقديم؟ الاعلام اذا بمجالي كشاعر موضوع اشوفه حلو. شيء حلو. ليش؟ لان تعرف تتعامل ويا الشعراء وتعرف تتعامل ويا اللي تقدمه انت يكون عندك خبره به اكثر من ما يكون شخص عادي، فانا كشاعر يهمني ايضا اشتغل بمجالي. ما اجاك انتقاد عن الموضوع قال لك تشاعر شو لك علاقه بالتقديم؟ شنو الموضوع؟ الحلقه الاولى كان مثلا عليها كانت الاراء بيك كمقدم مو كشاعر. اي هذا بصراحه كانت صعوبه بها بالحلقه الاولى. يعني جتي اراء قلت لك الناس اللي تحب الشعر فعلا فرحوا لين يعرفون رايي بالشعر شنو، يعرفون اعرف الشاعر منو. زين. فكلش كانوا فرحانين. صار انتقاد بصراحه على الحلقه الاولى لان تعرف بكل البرامج المباشره مستحيل انه حلقه صفر تطلع بها جو. الحمد لله واشكر بالحلقات البقيه الناس كلش فرحت بالبرنامج وكلش حقق متابعه يعني بفتره قياسيه اللي هو شهر وشويه ما شاء الله. يعني اشوف التمست فد شيء كلش حلو يعني. من الاكثر المعجبات يجيب التقديم لو الشعر؟ اكيد الشعر مو؟ لا القصائد. القصائد يجيب اكثر. هو فعلا يعني مثلا انت من تظهر ويا
شهد الشمري مثلا اللي هي عندها كذا 100,000 فولورز على الانستغرام بالمواقع عندها. انا هم الحمد لله. لا مو احنا انت طبعا انت نجم يعني، بس لا، ماك لا، فرق عفواً. بالموضوع. ظهورك هذا يعني ما خلى الناس تحقد عليك اولهم اني مثلا عفواً. هي تقدم ويانا بنفس القناه لحظه. اي ما خلى الناس تحقد عليك. انت شو تقدم؟ دائما تحسب حساب انه اكو ناس راح تحكي عنه، راح تنتقده، هذا يعني لازم تخليه بالبدايه قبل ما تشتغل. بالبدايه بصراحه شويه انتقدوا، ما اعرف على شنو. زين. هذا جسر، انت تربط القصيده الشعبيه توصلها للناس اللي تتلقى الاغنيه، الناس اللي بعيده عن الشعر. اريد اسالك سؤال. اي جاوب. رقم 93 ايش يعني لك؟ 93 قبل هيك كم يوم مباراه بين مانشستر يونايتد وتشيلسي. لا طبعا يعني هو من طو 6 دقائق وقت اضافي يعني تشائمت. اي عرفت انه راح يجي التعادل ولا تفاجئت يعني. وما كنت متوقع نخسر، كنت متوقع نتعادل وتعادلوا. احنا عندنا لك هديه بسيطه بس لحظه. فدوي قلبك. بالميديا ما تقدر وياك هديتك. هذه هديتنا لك. الله. وروح لا تدعي لي بالخير بس ادعي لي بالكثر. لا تخبل. اوكي. هذه حقيقيه. هذه طبعا لوحه تجمع بين الشاعر رائد ابو فتيان ومدرب مانشستر يونايتد اللي هو قال له روح وعود لا تدعي لي بالخير بس ادعي لي بالكد اقدر انساك. اي والله ما انسى. هذه هديه من البرنامج لك. فدوي قلبك. زين. نريد نعرف اثر عليك هذا موضوع الطوبه هالسنه كلش؟ اي كره القدم كلش مأثر عليك السنه؟ يعني انا فريق مانشستر بصراحه يعني اتابعهم بعصبيه وبجديه يعني اكثر من اللازم. زين. وانا من النوع اللي يعني اتاثر بهيك مواضيع حتى يبين على بشرتي. زين. فهواي يعني ياثر بصراحه يعني. زين. انت يعني بعد كل مباراه يخسر بيها مانشستر يونايتد او يتعثر يعني اكون واقع وياك، بتعرف شنو بفتره فيرجسون كانت الخساره كلش تاذيني. اي هسه تعلمت عن الموضوع. هسه جلدك تدبر بعد. احنا راد يعني اجواء البرنامج دائما تكون كوميديه. بس وجودك لازم نستغله. زين. فنصور انا وياك فيديو كليب. ما يضرب، ما يجيب 3 ملايين مشاهده. ليش بالضبط ما يجيب؟ ما اعرف ليش. والله انا اطول من شهد. ما له علاقه بالطول. غسان مركز على الطول اليوم. مستحيل. نريد نسمع قصيده وطنيه عن الوطن، لانه احنا دائما بالبرنامج عندنا جزء من السياسه نحكي. وهذه انت اكيد يعني ما عندك اي ارتباطات، معروف عنك انه ما عندك ارتباطات بجهات معينه. ما عندي انتماء يعني ما عندك انتماء لجهه سياسيه. فتقدر تحكي عليهم كلهم، بس انت ما تحكي عليهم كلهم. واحد عايش ببغداد وقاعد مرتاح. فنريد نسمع منك قصيده وطنيه. لا بدي ببغداد. تقول بغداد ومحبتي من الله الاستفصال، يا مصيار عودي وملح سباحه، امان الغربه بس الضيمك اشتاقيت، الدامن على الوجع يستغرب الراحه، وادم هاي تمشي بدمهم الصحراء، وورد جغاثهم لان الله فلاحه، اللي يكرهون الخضار شراده ويغيرون، انا ابنك البدو الشايفك واحه، انا الطير الخذان السحر اللي بجاريك، انصاد ونسى شلون يحرك جناحه، انا الظاهرت والقاتلت والمات، انا الطيب لنقط لجلك وكاحه، انا القاضيها الهث حتى ما تطيحين، انا لو لازمك لو لازم صفاحه، وبعد ان خيرتني بين الغربه او الموت كنت قد سافرت، بس مشكلتي احبك يا ابو الايجارات، يا ابو عيال التنوح وما تواسيها، تشوف وجوهنا اللي كانت غرف للنور، من كثر البكي خربت معانيها، المنطيتك رجلها انطيت بيها شلون، غراض البيت خلصت وانت ناسيها، لو بخير نفطك ما يظل جواك من شاف امه مسباعة تراكيها، يل ساويتنا بس بالفقر والموت، القصص تقلبنا دمعة لما نرويها، عجوز استشهدت يمكن بقد بغداد، موت الله بقى يتحسر عليها، وهاي اول جنازه مات كلف شتاف الديرم والقرنفل غبشن بيها. وسلامتك.
يعني احنا يعني اول مره صار عندنا شجوات دراميه زين. انت ما كاتب قبل شعر كوميدي مو؟ لا ابد لا. ليش تحترم الشعر زاد عن اللزوم؟ وانا شخصيتي اول شيء يعني بعيد عن الكوميديا بصراحه. ما تحشش ولا يا ولد؟ اي يعني جدي انا عادي هيك شيء. لا معروف عنك. اتقبل اضحك عادي اي، بس انا ما اطرح نكته ولا هذا. فالقصيده بالعكس هذا لون مهم اللي تحكي عنه انت. القصيده الساخره قصيده مهمه يعني، لان اكو من تتناولها بشكل يعني كوميديا سوداء تكون حلو يعني، تكون صاحب رساله بها، وعندنا مدارس يعني بهذا الخط. بس اريد اسمع منك قصيده غزل. قصيده تقول الناس ايش بيك بابا؟ خير حبيبي. امي شو عليها امك؟ دا يقول الناس. ادري امي مو من الناس. روح بابا روح، خليني اختم اللقاء. روح. العفو كملوا. شو الموضوع؟ انا اسف مسحها بي ابو فتواني. لا الظاهر هو حساس طبيعي. تقول الناس. بس لحظه استاذ رائد، بدي اروح لك بس ركز على اليمن حتى اعرف على اليمن ابكي. انت راد بس تبكي اليوم؟ يعني يا هو من الناس يعني. اوكي بروح. احنا شنو بس راح نعيد للتسجيل على مود تجي القصيده حلوه يعني. اي اوكي. قول يلا. من جديد. كيو. الناس. لا حول ولا قوه الا بالله. هسه عليه ما انت تبكي حبيبتي والناس عليهم دخلوا بيناتنا وخربوها. كنا نسجل. اسف. اوكي نايس. خلي تروح بتشيتا مو؟ خلينا نضمن شويه تروح بتشيتا. يلا. راحت بتشيتا هسه. ماكو صوتي. يلا كيو. الناس. بس من رخصتك راح اختم البرنامج. نروح بس اروح كنت اريح الناس كلها. لا تعال.